قامت هديل تخبي الجروح اللي في وشها بالميك اب وتحاول تهون على نفسها وتبطل دموع شوية. ولما بدأت تهدى شوية راحت عند باباها عشان تستأذن منه تروح تبات عند مكة اليوم ده زي ما كانوا متفقين مع بعضيهم. دي عايشة مع باباها لوحدها بعد وفاة مامتها. ماشي يا ستي، هسيبك تروحي باتي عند مكة، بس تجيبيلي اللي انت عارفاه. يوه، تاني يا بابا تاني؟ انت مش هتبطل السم ده يا بابا؟ بطل بقى. اسمعي الكلام وانت ساكتة، الا هخليكي تقعدي من غير اكل اسبوع بحاله. حاضر، حاضر يا بابا، حاضر يا بابا هجيبه بعد اذنك. ليان وهديل دخلوا عند مكة سلموا على مامتها وبعدها دخلوا أوضة مكة، واللي مكة كانت واقفة في انتظارهم وطلعت لهم بيجامات حلوة قوي عشان يلبسوها وتباتوا معاها. البنات غيروا هدومهم ولبسوا البيجامات وقعدوا مع مكة على الأرض. كانوا في قمة السعادة، بس فجأة مكة قامت وصوتت سويت هيستيري، والبنات اتخضوا. ايه في ايه؟ مالك يا مكة؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، بجرب صوتي بس مفيش حاجة. البنات بصوا لبعض وقاموا فجأة يجروا ورا بكة في جميع أنحاء الأوضة، وبكة كانت عمالة تضحك وجريت منهم ونطت فوق الدولاب واستخبت منهم فوق الدولاب وبصت لهم بغيظ وهي بتطلع لسانها وقالت لهم محدش يقدر يوصل لي، تمسكوني. يا بنت انزلي، انزلي، محدش هيعملك حاجة. انا عاوزة اقول لكم على حاجة. مكة عقلت شوية ونزلت من فوق الدولاب وقعدت في النص ما بين البنات وبهزار ضربت هديل على كتفها وقالت لها قولي يا حبيبتي، عاوزة تحكي ايه؟ اه كتفي، جسمي وجعني قوي. ايه، هو ضربك تاني؟ هديل فتحت في العياط وحاولت تغير الموضوع. هو صحيح يا ليان احمد عملك ايه؟ لا بقولك ايه، ما تحاوليش تغيري الموضوع وتوهيه. ضربني وعاوز يجوزني الشهر الجاي. مكة غالبا عينيها كانت بتتحول من اللون البني للون الأحمر من كتر ما هي متضايقة. البنات خافوا منها وبدأوا يبعدوا عنها، عينيها كانت بتطق شرار. هما عارفين ان مكة ما بتعرفش نفسها لما تكون متضايقة ومتعصبة. أي حاجة تتعلق بعيلتها بتبقى خط أحمر، وهدير بالنسبة لها من عيلتها. قامت مكة وبسرعة غيرت هدومها وخدت عصاية كبيرة وراحت تحت بيت هديل ووقفت من تحت البلكونة. انزلي انت يا اللي اسمك ياسر، انزلي تحت، انا هوريك، والله لو اوريك. ليلتك سودة، ليلتك سودة معايا يا ياسر. طلعت فوق وكسرت الباب بتاع الشقة بتاع هدير ودخلت جري. لقت ياسر واقف وكان في ايده التليفون بيحاول يكلم البوليس. لما شافها وقع التليفون. دي كدابة، انا ما عملتلهاش حاجة. انا قولي بقى، انهي ايد فيهم اللي ضربت هدير، دي ولا دي؟ اعتقد الشمال دي، استنى بقى بكسرها لك. ياسر كان بيصوت ولسه مكة بتضرب فيه لقيت صوت ضرب نار. سيبيلي انا الطلعة دي بقى يا بنت عمي، اركني انتي على جنب كده. كويس انك جيت في وقتك المناسب، انا كنت تعبت من كتر الضرب. كمل انت. مكة قعدت على الكرسي وحطت رجل على رجل وبقت تتفرج عليه واحمد بيضربه. بصلها احمد وقال لها قولي لي يا مكة، وقفتي فين بالظبط؟ انا واقفة عند ايده اليمين يا حبيبي، سيبك من الشمال خلاص خلصتها. مسك احمد ياسر ونزل عليه بالضرب، وياسر كان بيصوت صوت هستيري. بعد كسر دراعه اليمين قعد في الارض. ايه في ايه مالك؟ انت مالك خرع كده ليه؟ ده مجرد كسر عادي. انا جاتني فكرة يا احمد، ايه رأيك نكسر رجله الاتنين كمان من نص يا بنت عمي؟ انا رجل وانت رجل. لطفي ديل يا لطفي ولا ايه؟ ديل يا حمادة معاك. وفجأة سمعوا صوت جاي من بره. لا مش ديل خالص، انا عليا انا الطلعة دي، انا عاوز اكسر رجله اليمين. مكة بصت لها وبعناد اكتر وقالت لها لا سيبيلي انا رجله اليمين بعد اذنك، انا اللي بادئه فيه. حرام عليكم، ايه في ايه؟ انتوا هتتقاسموا عليا انتوا الاتنين ولا ايه؟ قول لي يا احمد، هو فاضل كام يوم على بداية الشهر الجديد؟ فاضل 3 اسابيع بالظبط يا مكة.
طب يا ياسر بقى، كمان مش هتجوز هدير لبنت لابن عمها، فاهم ولا مش فاهم؟ مش هتشوف هديل تاني اصلا، ولو شميت خبر بس انك اتعرضت لها هجيلك تاني. خلاص خلاص، فاهم فاهم. يا احمد بعد اذنك، انا وليان هنخش ناخد اغراض هديل كلها وبعدين نمشي. دخلت مكة وليان جلبوا كل حاجة متعلقة بهديل خالص في الأوضة. كانوا سامعين صوت ياسر بيصوت بره. مكة بصت ليان بخبث، وبدأوا يجمعوا كل حاجة، حتى الشوزات والورق وكل حاجة تتعلق بهدير، علشان ما ترجعش تقعد مع ياسر تاني ويعمل فيها أي حاجة وحشة. وبعدها روحوا عند شقة مكة، وأول ما دخلوا الأوضة على هدير اللي كانوا قافلين عليها بالمفتاح عشان ما تجيش وراهم، لقاها فاتحة علب شوكولاتة كتير وقعدت تاكلها. خيانة، بتخونينا يا هدير. ودخلوا قعدوا جنبها على السرير وقعدوا ياكلوا من حاجة حلوة. قال صحيح يا هدير، قوليلي عاملة ايه البنت فراولة؟ فراولة بتجهز لعيد ميلادها وعايزة تجيب تورتة بالتوت علشان عاوزة تاكل توت وملقتش، فجابت جاتوه. قعدوا يسمعوا لها للصبح. هما كانوا بيحاولوا يخففوا عنها ويلهوها بالكلام ويخلوها ما تفتكرش اللي حصل. وبعد كده ناموا. والصبح لما طلع عليهم سمعوا دوشة جامدة. مكة قلقت من نومها. الصوت ده كان جاي من الشقة اللي في وشها. قامت وهي مغمضة عينه ومفتحة عينه ومش قادرة تشوف قدامها. فتحت باب الشقة. هو انت رجعت يا اللي اسمك زلطة انت تاني؟ هو انت عايزني افتح لك دماغك يا كلب البحر تاني؟ كلب البحر؟ تقصديني انا بكلب البحر ده؟ مكة مش مصدقة نفسها. بدأت تغمض عينها وتفتح عينها وحاسة بجرد المية نزل على دماغها، وبتقول في نفسها ايه اللي جابه هنا ده. انت بتعمل ايه هنا معلش عايزة اعرف؟ انا ساكن في الشقة اللي في وشك دي، هي دي. مكة من الصدمة فتحت بقها وفضلت واقفة ساكتة. لا اقفلي بقك ده شوية بدل ما حشرة تخش جوه بقك وانتي فاتحاه كده كده. عارف انك مصدومة ان انتي هتستبحي كل يوم بوشي ده، وشي اللي زي العسل. ايه الثقة دي يا كابتن؟ انت هنا مجرد جار لينا وشخص عادي جدا خلقه ربنا زي بقية الخلق دي كلهم. اما في الكلية هتبقى حاضرة المقدم، فاهم يا استاذ مالك؟ وفجأة افتكرت ان هي واقفة قدامه بالبيجامة وعينيها مش غسلاها وشعرها منكوش، فاتكسفت جدا ودخلت تجري على جوه ورزعت الباب في وش مالك واللي واقف مصدوم. ازاي تقفل الباب في وشه؟ انت يا بنت المجانين، انت بتقفلي الباب في وشي انا بتقفلي الباب في وشي؟ والله لو اوريكي، والله لو اوريكي يا مكة.